أنا عمري 35 سنة. أبويا ربانا بعنف، وتربيته خلتني أبقى إنسان مؤذي زيه. لما اتجوزت بقيت أتعامل مع مراتي بعنف، بتعصب عليها لأتفه الأسباب، وأحيانا بضربها. الحكاية إني معيشتش طفولتي زي كل الأطفال. أبويا كان بيتعامل معانا بشكل وحش، أنا وأمي وأخواتي. كان في ضرب وإهانة على الصغيرة والكبيرة، لغاية ما أمي ماتت من القهرة. على قد ما زعلت عليها، على قد ما حمدت ربنا إنها ارتاحت. أبويا كان بيشرب مخدرات قدامنا، ولما عجز وقعد أنا اللي كنت بشتغل عشان أصرف على أخواتي. لكن لما اتجوزت لقيت نفسي بعمل زيه بالظبط، مش عارف ليه. على طول بقيت متعصب وبضرب مراتي زي ما كان بيضرب أمي. والغريبة إن هي متحملاني زي ما كانت أمي متحملة بالظبط. الإحساس ده بيوجع قوي. أنا بأذيها زي ما كانت أمي بتتأذى بسبب أبويا بالظبط. وكل ما اتخنق أفكر أشرب مخدرات زي ما كان أبويا بيعمل. مش عارف العقدة دي اتربت لي إمتى. حاسس إني لبست شخصيته وتحولت من شخص مظلوم ومقهور لشخص مؤذي. طبعا انت وفرت علينا مشوار طويل قوي انك انت شايف نفسك بالوضوح ده. خليني ابسط لك رد الفعل النفسي بتاعنا لما بنتعرض لقهر او ظلم في الصغر او حتى في حياتنا عموما. في نوعين من رد الفعل. رد فعل ان انا ببقى مش عايزه اي حد في الدنيا يشوف الاسى اللي انا شفته. يعني لو كان حد بيهني مش عايزه اهين حد، لو حد ضربني ابقى مش عايزه اضربه. وفي رد فعل تاني بيبقى موجود، وبالذات في السب كونشس او في الضمير الغير مرئي او الغير محسوس، ان انا ببقى عايز الكل يعيش العيشه السيئه اللي انا عشتها. في حالتك انت الموضوع للاسف انك من كتر العذاب اللي شفته ممكن يكون من جواك من غير ما تحس. طب هو غيرك ما يشوفهوش ليه؟ انت متضايق عشان مراتك انها بتشيل اللي شالته والدتك، بس من جواك انت بتفكر طيب ليه هي ما تتعبش زي ما امي ما تعبت؟ ليه الولاد ما يتعبوش زي ما انا تعبت؟ الحل للقصة دي هو حاجة بسيطة قوي، انك تفكر قد ايه انت بتحب ولادك، وفي نفس الوقت تفكر قد ايه انت اتوجعت، وتبدأ تشوف انت متحمل عليهم وجعك. فوق نفسك، فوق روحك، انك بتقرر الألم تاني بس في أقرب الناس ليك اللي هم أقرب منك ليك. افتكر على طول دمعتك ودمعة والدتك من العذاب اللي شفتوه. موضوع المخدرات انت بتتلكك الحقيقة. يعني موضوع المخدرات الحقيقة أنا مش شايفة إن عشان باباك كان بيشرب مخدرات قدامكم فدلوقتي أنت بتفكر تشرب مخدرات. هي المخدرات ما بتجيش بالطريقة دي. يعني ومش شايفة إن الحالة اللي أنت بتقولها حالة مستحقة بقى إن إحنا نضرب مخدرات بقى وندمن. لا لا لا، موضوع المخدرات ده شيله من دماغك خالص، لأن هو بالنسبة لك هو عرضي، هو بس بيجي ذكراه مع ذكرى الماضي بتاع والدك. افتكر بتحب ابنك قد ايه، افتكر عذابك كان شكله ايه، افتكر والدتك حبيبتك تعبت ازاي، وافتكر انك مش عايز حد يتعب التعب ده. احنا ما بننتقمش باللي اتعمل فينا، بالعكس احنا اللي اتعمل فينا نتمنى ما يتعملش في غيرنا.